معاكم دكتور محمد هاني، دكتوراه تمويل ومحاسبة جامعة عين شمس. الكارير بتاعي أنا مدير إدارة في أحد الشركات يعني الطيران. عايز أتكلم بصورة خاصة جدا على أهمية الشهادات المهنية، وخاصة الCMA، وخاصة المعهد اللي بيقدم الCMA، وخاصة إن إحنا كمان في الCFO. بإزاي نقدر نساعد الستودنتس إن هي تقدر تخش الامتحان، وإنها تقدر تبقى كواليفايد، وإنها تقدر تلم المنهج. إن هو طبعا محتاج خبرة جامدة جدا بالنسبة للناس الفريش، وبيكتسبوها من خلال منهج الCMA مع شغلهم بعد ما يتخرجوا إن شاء الله. بتبقى ميكس من بينها وبين المنهج كويس جدا، إن هو يطلع في الآخر يبقى السلم الوظيفي بتاعه، ويقدر يعمل كارير باث كويس جدا بالنسبة له. كمان المعهد قدم شهادة حلوة جدا لو انت مش قادر تخش الاكزام بتاع الCMA، ان هي بتعمل بريبريشن للCMA زي ال FMAA برضو فيها اجزاء كتيرة من الCMA، بس اقل شوية في يعني بدل ما تخش ديبلي ان في المعلومات، بتبقى فيها شوية حاجات سامبل شوية، بتديك كل البيزكس، سواء كانت في الفاينانشال اكاونتنج او في الفاينانشال اناليسز او في حتى الكوست والبادجيتنج، حتى كمان الاثكس بتاعت اخلاقيات المهنه. يعني تديك البيزكس اللي انت تقدر من خلالها ان انت تاخد شهاده مهنيه بسرعه جدا، وان انت كمان تقدر تلم اجزاء كبيره جدا من الCMA. هنا في الCFO طريقه تعليمنا مختلفه جدا. اليوتيوب موجود عليه ناس كتير قوي بتشرح الCMA والشهادات المهنيه، لكن المفروض احنا نقدم حاجه مختلفه، نقدر ان احنا نعدي بيك ان شاء الله المستقبل فور ذا فيوتشر، ان احنا نخرج بقى من السيركل بتاعت آلاف الناس اللي معاها بكالوريوس تجارة كمهنتنا. يعني احنا عندنا بيتخرج كل سنة من جميع الجامعات الخاصة والحكومية فيما يقرب من نص مليون طالب. ازاي تقدر ان انت تخرج من السيركل الكبيرة دي، تخش سيركل قليلة شوية عشان تبقى مميز، وتقدر ان انت يبقى ليك في المهنة مستقبل وبسرعة. ان شاء الله الCFO بتقدم لك الخدمة دي بإذن الله، وإن شاء الله ربنا الموفق بإذن الله.